ليه كل سنة بنخطط ومش بننفذ؟ وليه السنة دي لازم نغير الفكرة مش نحسن الخطة؟ خليني أسألك سؤال صريح من غير تجميل. كم مرة في حياتك مسكتي كشكول جديد وقلتي إن السنة دي غير؟ وكم مرة بعد شهرين حسيتي إن الخطة تقيلة ومجرد وجودها عاملك ضغط نفسي كبير؟ لو ده حصل فانتي مش لوحدك ومش كسلانة ومش فاشلة. المشكلة مش فيكي، المشكلة في فكرة التخطيط نفسها. السنة دي أنا مش هقولك يلا هاتي دفتر وقلم ونخطط للسنة الجديدة ونحط خطة وفي الآخر تبقى زي اخواتها مش هتتنفذ. أنا حاسة بيكي وإن الكلام حلو وسهل وجميل، لكن وقت الفعل والتنفيذ بتتسابي لوحدك، تلفي حوالين نفسك وتفضلي في نفس الدايرة. علشان كده مش هقولك هنحط خطة ولا نخطط قبل ما تفهمي السبب. سبب انك بتحطي خطط كتير ومش بتنفذي، لانك لما تعرفي السبب اولا هترتاحي ومش هتفضلي تقلبي في بوستات التخطيط وتشوفي الناس كلها حواليكي بتخطط وتشتري بلانر للسنة الجديدة ونوت بوك شكله جميل وكيوت، وتفضلي تقلبي فيهم وانتي حاسة بمرارة جواكي. كله بيخطط وبينفذ، والحقيقة ان كله بيخطط بس قليل جدا اللي بينفذ. فاطمني انتي مش لوحدك، في ناس كتير كده. وكمان ان شاء الله السنة دي هيكون التخطيط مختلف تماما وهنمشي خطوة خطوة مع بعض. تابعيني وان شاء الله هنحلها سوا في سلسلة خطوات السنة الجديدة. طيب تعالوا نتكلم بالتفصيل عن أسباب عدم التنفيذ. الخطة السنوية بتبقى كبيرة وطويلة ومليانة لازم أخس، لازم أتعلم لغة جديدة، لازم أشتغل. وده بيعمل حاجة خطيرة وهو إنه بيرفع هرمون التوتر. فلما المخ يحس إن قدامه حمل كبير ومش عارف يبدأ منين بيدخل وضع التجمد. وده اللي بيفسر انت ليه أوقات بيبقى عندك مهام كتير لكن في نفس الوقت حاسة إنك متكتفة ومش عارفة تبدأي منين ولا ازاي. ده وضع اسمه التجمد. فكل مرة تشوف الخطة بتحس بضغط وبذنب وبتوتر فبتبعدي عنها علشان تحمي نفسك. رقم 1 الخطة بتبقى كتلة واحدة فالعقل يهرب. رقم 2 الخطة معمولة لنسخة مثالية مش للنسخة التعبانة اللي عندها بيت وأولاد ومسؤوليات وطاقة متقلبة وضغط نفسي كبير عليها. رقم 3 الخطة مليانة نتائج مش خطوات، زي إني لازم أخس، لازم أنجح، لازم ألتزم، ومش بتكتبي انتي هتعملي ايه النهاردة. رقم 4 الخطة مربوطة بالقيمة، يعني انتي لو نفذتي ده يبقى أنا شاطرة، طب لو أنا ما نفذتش يبقى أنا فاشلة. وده اللي بيخلي التنفيذ مرعب أكتر. وفي نقطة مهمة قوي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. كل ما كانت تجربتك مع التخطيط في السنين اللي فاتت تجربة سيئة ومليانة تأنيب وإحساس إنك مقصرة، كل ما مجرد إنك تمسكي كشكول تخطيط أو تفكري تحطي خطة جسمك كله يشد. ليه؟ لأن المخ مش بيفرق بين فكرة وتجربة، هو فاكر إن التخطيط بيساوي وجع، فالمخ بيتعامل مع التخطيط كأنه حاجة مؤلمة حصلت قبل كده. فبيعمل إيه؟ بيحميكي. الحماية دي شكلها تسويف، نسيان، هروب، كره للخطة، مش علشان انت ضعيفة لكن علشان المخ متبرمج ان دي تجربة وحشة. علشان كده السنة دي مش محتاجين تخطيط أذكى، إنما محتاجين إعادة برمجة للتجربة نفسها. نحول التخطيط من تجربة تقيلة لتجربة سهلة وخفيفة ما فيهاش عقاب. طب إزاي نعمل إعادة برمجة؟ إعادة البرمجة مش بالكلام، بالفعل. يعني إيه؟ كل مرة تحطي خطوة صغيرة وتنفذيها ومن غير ما تجلدي نفسك. المخ بيسجل التجربة دي تجربة آمنة، ومع التكرار التوتر بيقل والهروب بيقل، فالتنفيذ هيبقى أسهل. احنا مش بنفشل في التخطيط، احنا بنهرب من تجربة قديمة كانت مؤلمة، ولما نغير التجربة التنفيذ بيجي لوحده. وده سبب ان السنة دي مش هنعمل خطة كبيرة، لانك بتعالجي تجربة مش بتزودي حمل. فالخطوات الصغيرة بتساوي تجربة ممتعة زائد مخ مطمن زائد استمرارية. تعالي نشوف المثال ده. ممكن يكون مثلا حلمك انك تكتبي كتاب، فبدل ما تقولي هكتب كتاب وتسيبيها مفتوحة، كل يوم هخصص 5 دقايق للكتابة، 5 دقايق بس، وبعدها ممكن تزودي المدة ل10 دقايق وبعدها 15 دقيقة. المهم تمشي بالتدريج وتستمري عليه. فانت لما تحطي خطوة انك هتكتبي 5 دقايق يوميا المخ بيفسرها ان دي مهمة سهلة وأمنة فيلا نعملها. ومع الوقت والاستمرار الحاجة اللي كانت بتتعمل بالعافية هتتعمل بسهولة. كده خلاص عرفنا هنبدأ ازاي. السنة دي بدل ما هتكتبي هدفي كذا، هتكتبي أول خطوة السنة دي هاخدها هي واكتبيها، بشرط تكون خطوة صغيرة ويومية وما ترفعش التوتر عندك. زي مثلا كل يوم
لمدة ربع ساعة هشتغل في حاجة معينة. لو انت عايزة تتعلمي لغة جديدة مثلا أو تشتغلي أي شغل، فهتكتبي انك هتلتزمي ربع ساعة بس يوميا تعملي الشغل اللي انت عايزاه. طب ازاي تطمني نفسك انك فعلا المرة دي هتنفذي؟ هتقولي لنفسك انك هتمشي بخطوات. رقم 1 هتبقى خطوة صغيرة. رقم 2 مفيش توقيت مثالي. رقم 3 محاسبة قليلة. رقم 4 مفيش تعويض. رقم 5 مفيش مقارنة. رقم 6 مراجعة هادية أسبوعية. ولو نفذتي 60% بس انت كده ممتازة. التنفيذ مش محتاج إرادة أقوى، التنفيذ محتاج توتر أقل. كل ما هتكوني ضغط على نفسك وعلى عقلك عمرك ما هتنفذي حاجة. فنفذي الحاجة بحب مش بتوتر وضغط. فانت مش هتضغطي نفسك، انت هتمشي خطوة خطوة، ومع الوقت الطريق بيفتح. هديكي مثال تاني. فبدل ما تقولي أنا هبقى منظمة السنة دي، هتقولي أنا هرتب السرير بتاعي أول ما أصحى من النوم، أو هرتب المكتب بتاعي. كده انتي حطيتي خطوة مش حطيتي نتيجة. النتيجة ان انتي هتبقي منظمة، بس لو التزمتي بالخطوة دي هي اللي هتوصلك للنتيجة. فانتي لو حاسة انك بين نارين، لا بتعملي ولا مرتاحة، ده معناه انك محتاجة تخفيف مش زيادة ضغط. ومش مطلوب منك تبقي نسخة جديدة، مطلوب منك تبقي أهدى. نيجي للجزء العملي. هتعملي ايه مع بداية السنة؟ بداية السنة دي مميزة جدا لأنها ماشية مع شهر رجب وشعبان ورمضان. فانتي هتحطي الأساس، لأن شهر رجب هو شهر بناء العادات. فأول جانب هنهتم بيه هو الجانب الديني. فهنمشي على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة شهر رجب، وهي تهدئة العقل. رجب مش وقت إنجاز، رجب وقت تقليل التوتر. في رجب هنعمل ايه؟ هتلتزمي بعادة واحدة فقط، خطوة يومية صغيرة بدون قياس للنتائج. على الانضباط الذاتي اللي هو أساس النجاح، هتلتزمي بأوقات الصلاة. أول ما تسمعي صوت الأذان هتسيبي كل اللي في إيدك وتروحي تصلي. حتى لو واقفة في المطبخ وبتطبخي هتقفلي كل حاجة وهتروحي تصلي. رقم 2 هتلتزم بصيام 2 وخميس و3 أيام القمرية في شهر رجب، علشان تهيئي جسمك وتعوديه على الصيام. لأن في ناس كتير مع بداية شهر رمضان لما تبدأ الصيام بتفضل تعبانة طول النهار وهي صايمة، حتى بعد ما تفطر بتحس بدوخة وتعب. وعقبال ما جسمها يتعود على الصيام وتبدأ تفوق بيكون نص رمضان على الأقل فات. علشان كده مهم جدا تهيئي جسمك للصيام. نيجي للمرحلة التانية وهو شهر شعبان، وهو شهر التثبيت. اللي بدأتي فيه هتثبتيه في شعبان. نفس الخطوة، وقت أوضح، مقاومة أقل. مش بتزودي، انتي بتثبتي العادات اللي انتي تعودتي عليها. خلاص التزام. أول ما تسمعي صوت الأذان تروحي تصلي، وصيام 2 وخميس و3 أيام قمرية في شهر شعبان. المرحلة الثالثة وده شهر الحصاد وهو شهر رمضان. هنا بتظهر النتيجة، مش علشان شديتي على نفسك، لكن علشان صبرتي ومشيتيها خطوة بخطوة. النتيجة هتبين، وهي انك ملتزمة بالصلاة في وقتها، وجسمك هيكون خلاص اتعود على الصيام، مفيش تعب. فلو انت بتشتغلي هتبقي في وقت الصيام بتشتغلي من غير تعب او ارهاق او دوخة، وهتقدري تصلي التراويح وتختمي القرآن كمان. ووقتها هيبقى عندك استعداد نفسي انك تزودي عبادات تانية. السنة دي مش عايزين ننجح بسرعة، عايزين نكمل خطوة خطوة. اكتبيلي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتخليكي ما تكمليش كل سنة. ودلوقتي يجي دورك، ادعميني بلايك وشير واشتركي في القناة. شكرا ليكي.